انا عمري 35 سنة لحد دلوقتي لسه ربنا ما قرتش واتجوزت. فرصتي في الجواز قلت جدا وكل الناس اللي بيتقدموا لي مش مناسبين ليا، لكن من كام يوم اتقدم لي شاب في نفس سني تقريبا. هو ما تقدمليش بمعنى الكلمة، يعني هو كلم عمي وقال له انه عايز يخطب واحدة من بناته، وطبعا عمي رشحني انا ليه لان انا اكبر واحدة في البنات ولسه ما اتجوزتش لحد دلوقتي. لكن للاسف اختي اللي اصغر مني بكام سنه قالت انا عايزه اتجوزه انا، فطبعا عمي قال لها يا بنتي حرام عليكي، انت اتجوزتي وربنا رزقك بطفل وما حصلش نصيب وانفصلتي، سيبي اختك تجرب حظها، هي عمرها ما اتجوزت وهو عايز واحده ما تكونش سبق ليها الجواز قبل كده. فضلت تزعق وتقول له ان انت مش عاوزني ان انا اتجوز، ده شخص كويس ومناسب، وهي فعلا عندها حق لان هو شخص مناسب وكويس جدا. انا بصل للجوازه دي من ناحيه واحده، انا نفسي ابقى ام وفي نفس الوقت عايزه استقر، لكن اختي بصل للفلوس لانه متيسر ماديا. يا ريت تقولوا لها اعمل ايه لانها حالفه لا تبوظ الجوازه. من كام يوم اتخانقت انا واخت جوزي خناقه كبيره جدا، وطبعا الخناقه دي اتسببت ان انا اسيب البيت وامشي. هي اخت جوزي الوحيده وفي نفس الوقت الكبيره، يعني في مقام امه بالظبط. اليوم اللي بتيجي تزورنا فيه اليوم بيتقلب، بنفضل نطبخ ونعمل اكن جاي يزورنا السفير. كل حاجة لازم تبقى مترتبة وكويسة جدا علشان لو في اي غلطة جوزي مش هيرحمني ولا هو ولا حماتي. اخر مرة جت عندنا عملت كل حاجة كالمعتاد، وهي طبعا متعودة انها لما بتيجي بتشخط وتنطر فينا براحتها خالص ومحدش بيقولها انتي بتعملي ايه. انا بصراحة اتحملت الاهانة على نفسي كتير، لكن المرة اللي فاتت مدت ايدها على بنتي الصغيرة من غير اي سبب، ضربتها قلم على وشها. من شدة القلم بنتي وقعت على الارض، انا لما شفتها واقعة على الارض ما قدرتش ان انا امسك نفسي، مسكت في اخت جوزي ونزلت فيها ضرب وهي كمان نزلت فيا ضرب. بس طبعا طردوني ورموني بره انا وعيالي، ولحد دلوقتي مش عارفة اعمل ايه.